والسلام عليكم. ما هو جاني صحيبي انا وهذه هنا. هذا نحبه بزاف خويا. خويا لا ما توحشتك صافي لونطون. خرج لي مكتوبه يوبي، هو واحد قال لي يوبي وانت بعدني سير بلاص. سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. تمام والله لاباس الحمد لله. قول لي صاحبي في شكون نمشيو اليوم؟ الله اعلم. خير انت. خير انت. والله قسما بالله نفس الموضوع. عمالك شفت الناس كل تحكي لي على الامام هذاك تاع الخطبه، الامام ما فهمتش واش داروا لهم انا. باسكو حطهم في حصله. دوك الى الامام يقول لك ما تمدش بنتك لواحد ما عندوش دار، والدوله تقول لك ما نمدلكش دار حتى يمدوا لك بنتهم، تولي انت ما فاهم شغل بين المسمار والمرطو. صح راك فاهم. بصح انا بانت لي كي حكى ايوب حكى على انه اب مش على انه امام. يا خو شوف صدقني برب العزه كي جا نسيبنا انايا عندي لافرونجين كي جا للدار نوام الباب الوحوس قالوا الشيخ قالوا تخدم، قالوا ما خدمش، قالوا عندك دار، قالوا ما عنديش، قالوا واش داير سيتي، قالوا هاك شو الفريسه هذه، قالوا قالوا هذا واش عندي، قالوا الصراحه هذه هاك الطفله شهرين فتح عليها ربي، الارزاق ما بيد الامام ما بيد حتى واحد. اسمع انت كي نفس الحكايه لي انا. انت ثاني هشام تزوجت هكا على بال كيف هكا؟ خرجت من الجامعه ما عندي والو. وصدمت والعمل على ربي. الحمد لله. انا وليت عندي تليفون نحل به لي لايف، شكون كان يقول؟ الحمد لله ربي يزيد من النعم تاعو. والله هذا راه شغل خوف من مستقبل مجهول، راك فاهم؟ صح اللي قادرين ما نعيشوهوش اصلا. بصح صاحب المال ثاني مستقبله مجهول. تعطيها له من تروح له الدار، تروح له الصحه، يروح له كلش. صح الوهاب هو الشافي هو الهادي هو نفس هي بالذات تسمى صاحب المال ثاني يقدر يروح له ماله، كيما اللي ما عندوش قادر يدير دراهم. ولكن شغل احنا المعيار فاش نولوا يا اخي. هذا الامام لاي معيار يرجع الامام ما حاش يرجع لك لديكارت ولا لنيتشه، ارجع الحديث ولا السنه ولا القران. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ماشي من ترضون داره واعطاه. لا بلي ايوب يكون بك راجل وعلى بالك باللي يقدر يجيب الرزق. ماشي يكون هذا مد بنته قبل وصارت له مشكله. الله اعلى واعلم. على اي حال انا بصح هضره نورمال ما يقولها في داره، هذيك ما يقولهاش في المسجد. ما يشتع منبر. هذه يوبي اوجي لاماشين دي غاشي. السلام عليكم. وعليك السلام. يا خو ماسيطا لاماس يا شكوبي لاماس ماسيطا هذا كونتاك دوزيام. لا هذا الاول ولا غير ما بالك راني مابونيك في الكونت الدوزيام. يا بالك كيفاش واش راكم يوبي؟ واش راك العزيز؟ واش راك عادي بلعبان؟ بابا خويا انت كيفك؟ مليح والله غير الحمد لله. وانت العزيز؟ ولا غير الحمد لله. الله يبارك راك ما شاء الله. يا ربي يحفظك. انت ثاني خو. لا العزيز راكم ضاربين للزوج بيريات. يا راك تشوف بيكي بلايندرز. لا غير بيكي بلايندرز. وانت 50 سنت. اي والله انا 50 سنت تاع رغايه. رغايه والله يا خوتي غير هاك الامام شغل فالي يقولها في جلسه مغلقه، بالك هذا رايه، راك فاهم؟ لكن راي الشرع ماهوش. فهمتني؟ ما تحددش على انه امام، تحدد على انه اب، وبالك صرات له حادثه وجاك شغل خرج الغش تاعو هذاك. او راي الشرع انا قلنا من السنه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكاين الحديث، كاين في الحديث تاع اقل كنا مهرا اكثر كنا بركه، وكاين في الحديث تاع التمس ولو خاتما من حديد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل في الزواج وانت امام نورمال. يغنيكم الله. ها
تسمى يوبي شغل ما كاش منها هديه تاع لازم ما كاش منها شوف في الدين الله عز وجل هو الرازق. كباب اللي عنده دراهم غدوه يفقر، وكباب الفقير غدوه يغنيه الله عز وجل من فضله. ما تقدرش كاع تعرف ليسونسيال تاع قال لك دينه هو خلقه. اذا كان الانسان هذا ذو اخلاق وذو دين، الحاجه الاولى اللي يدير هذه يجي يكون خدام، باسكو الدين تاعو يحثوا على العمل ويحثوا على كذا. تسمى يكون انسان اللي قال دار وخدمه ولا دار برك ولا واش قال الامام اكزاكت؟ دار. قال دار. والدولة تقول ما نعطوكش دار حتى تزوج، وانت ريح بين المسمار والمرطو، بين الامام والدولة في بواسطة. فهمتك. راك فاهم؟ سما خوتي والله العلي العظيم، غير انا نشوف باللي زعما هذا رأيه الشخصي. لو كان قال هذا رأيي الشخصي نلتمسوا له عذر. يعني من حقك انت ما تمدش بنتك لواحد ما عندوش دار، انت تشوف باللي هكذايا السلام عليكم. راك فاهم؟ هذاك المنبر راك تحكي باسم الدين. فوالا كي حكيت باسم الدين ضوابط شرعيه ماشي هذو خويا. كاين ضابط شرعي وشنو هو؟ لا ضرر ولا ضرار في الزواج. تسمع ما يكون بصح هكذاك وكاين بزاف عباد وافقوه يوبيا. شغل قال لك ما كاش كيفاش نتزوج، انا عايش مع والديا ونتزوج. شوف الضابط الشرعي هذا تاع لا ضرر ولا ضرار في الزواج معناتها ما يكون على الطفله ولا عليه لا ضرر نفسي ولا ضرر معنوي. راك فاهم؟ والضابط الدوزيام تسمى اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. واللي انا قلت لك صاحب الدين يكون خدام، انسان المدين يكون خدام. الانسان المدين ما يقدرش يريح بلا ما يدير والو. راك فاهم؟ الحاجه الدوزيام كاين والله غير كاين اللي داروا عائلات وكراو عام هنا حتى فرج الله عز وجل من واسع. الناس عاشوا عمرهم كامل بالك. انس دير لايف ودوموندي باش نطلعوك خو. انس الله يعيشك دير لايف ودوموندي خو. ما من دابة على الارض الا على الله رزقها. ايوا اوتوماتيك مبينه يكون خدام حي يلقى روحه، يلحق وين يبالك يشري دار ولا يدبر. يا ودي الله عز وجل هو الرازق. صح يا الرزق على ربي. يدي فرا جي هنا كيعود واحد عنده صوارد واخلاقه سيئه نقولوا لك ربي يهديه، بس كيعود فقير واخلاقه ملاحه ما نقولوش لك ربي يرزقه. صح. والحاجه الدوزيام اذا انت راك ماكش حاب تمد بنتك الواحد ما عندوش مستقبل، يليق يكون بنتك ثاني ما عندهاش ماضيه، تسمى هذه ثاني اللي تثبت عليها. ماشي انا نجي نخطب بنتك عندها لي تيتر تاع روبرتو باجيو برا ومن بعد تجي تقول لي انا يا بنتي لازم لها واحد عنده دار. نورمالمون كل ما يديهاش وهذه هي تسمى. حنا فنون نشرطوا ديك البروبليم ما كاش كيفاش تعرف اسك هاد الطفله عندها ولا ما عندهاش ولا فاهم. تكلم على الله تعرف صح. يا انس اهلا كيف الحال؟ توحشتك انس. لا بس اسمع لا اللاقط عندك راهو شويه مغموم. الله في محتوى الحديث والجلسه كشغل اللاقط يعني ما حبش يفسد اللهجه، خلاها في اللهجه. لا ندخلوا الهضره تاع الكل. من المستحسن لو سويت وضعيه اللاقط. ايوه عشان نبقاو في المحتوى. السلام عليكم شيخ انس. السلام واش راك عادي؟ لاباس؟ طبعا خويا ربي يحفظك والله ما شاء الله. ابونيتك العزيز الله يفتح عليك بارك الله. الاخ انس تستفاد ان شاء الله تستفاد. الله يبارك ما شاء الله. انس صديقي واخي في الله نحبوه كاع. الله رانا تنحبك بصح هاد الايامات نهجيك. علاه؟ هكذا. اي جاء. قل له ايوب قل له اهجبيت في العربيه وشنو هو؟ ايوهم قلت لي عليه ديجا ونسيته اصبر. ابو نواس هذا. لا قلت درت عليه ثريل انتايا. برضو دي طرفين مررت. يقال يا بزاف وشنو يقال انا اهجبيت اللي قال فيه كم قد قتلتك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب طويله الاعمال. مسخو شعرة هذه بزاف. بسيطة اهجبيت عندك وشنو؟ درك اهجبيت في شعري اكزيستا في التاريخ يقاس على الاضرار اللي خلفها من بعده. تحن في الناقة. لا
فاقد ذي طرفين مررت فلست فاقد ذي طرفين مررت فأنت من نمير فلا كلب فلا يا ربي كلبا بلغت ولا كليب ولا كلاب. ولا كلاب. هذا من جراء البيت هذا القبيلة تاع نمير ما تزوجوش منها 20 سنة. خوتي بصح عندي انا يعني جاء المتنبي لي كافور. خوتي كان نقولوا بالك يسينياليو لنا اللايف باسكو تاع نصر له كاع واش كاين. قالوا لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد ما تقبض الموت من روحهم الا وفي يدها من نتنها عود. عبقش معناتها قالوا نتوما كي تجي الموت تدي الروح تاعكم قالوا تجيب حطبه هكذا وتسحب الروح تاعكم بالحطبه تالمو معافن وسخوا. اسمع ايوب سمعتك تتكلم على الامام هذا. تفضل ولا افيدنا. ربي يحفظك. شو اول حاجه هذاك الامام اختلافنا معه كأول نقطة هو اختلاف العقيدة. أول حاجة هو ليس على عقيدة السنة والجماعة. معروف أن السنة والجماعة في مسائل الصفات أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى المكان أنه مستو على عرشه بائن من خلقه. حاجة يا مسجد في الجزائر وعنده اختلاف في العقيدة. طبعا كاين بزاف عندنا ما من الإفاضية. المسألة الثانية أخويا العزيز، شوف ما نهربوش من الواقع. احنا رانا عايشين في الجزائر ونعرفوا البيئة الجزائرية. 90% من الشباب الجزائري لا يملك سكنا. صحيح. شباب عايش فيه هم ونكد وضيق. الكلام اللي قالوا أقرب إلى التقنيط من إلى أنه يمد لهم الأمل باش يتشبعوا، وهذا خلاف الشارع. المشرع ربي وش قال في القرآن؟ قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهمت؟ ربي يعد الناس الخير والرزق والفلاح. فهمت؟ والشيطان يقنط الناس من الرزق. تقول الشباب اللي ما عندوش سكنه شغل جابها بصيغه تاع استهزاء شغل سخريه. ما عندوش سكنه تقول له قهوه وروح. لا ماشي هكذا. وهذا ماهوش كلام الشرع. انت كامام تعطينا كلام شرع ما تعطيناش رايك، لانك راك فوق راك في منبر تعطينا قال الله قال رسوله. ما تقولناش رايك. اما اذا ان تبدي رايك قال يا جماعه هذا هو رايي كذا وكذا. والله هذا وش حط خطين تحت هضرة العبد. هذيك هضرة تحكاها في دارك، بصح مادام في منبر انت تمثل هيئة معينة تكون ملتزم بالتشريع تاع الهيئة اللي راك تمثل فيها. قال الله قال الرسول وانتهى الكلام. بارك الله يجزيك خير. هذه ما كان انت مضرور من الكوتي هذا، مثلا مديتي بنتك وندمتي صرات لك امور، هذيك حكاها بينك بين مرتك وراجل بنتك وبنتك. فهمتي؟ نهضرها في المكان الخاطئ شيخ. قد تمد في رسالة وصلها سليمة. نهضرها في المكان الخاطئ. من ناحية المسؤولية نعم، إذا جاك إنسان غير مسؤول ما تزوجلوش بنتك. صح باش تربط أنه السكن تقول اللي ما عنده السكن ينوض ويروح. راك جزائري انت، راك في السعوديه ولا في كندا ولا تعرف المحيط الجزائري كيفاه. هلا جربها في ابنه. لو كان ابنه ما عنده ساكن وراح يخطب ما مدولوش، هل سيكون بنفس الرأي يعني؟ مستحيل. هو بذاته قال انا تزوجت عند والديه. هو بذاته لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت تحب لغيرك حاجه ما تحبهاش، ولا كي كبرت وتزوجت وفات عليك الحال تولي تقول للشباب احنا على كل حال ما نشجعوش انه الناس يتزوجوا مع والديهم، لكن اذا اضطر الانسان وعرف انه الحاجه في ذلك معليش. بصح السنه شتي احنا كخبره يعني في المجتمع البلدي المجتمع الجزائري، يعني العلاقات الزوجيه تدوم اكثر كي تكون في بيت الاسره الزواج. احنا فجأة ننساو هكا اصولنا وننساو التقاليد تاعنا وننساو كيف ما كبرنا وكيف ما تربينا. التقاليد تاعنا
المخير فينا بالله عندهم سلطة سوسيال كبير فاهم. ان شاء الله ربي يفتح على جميع الشباب، ان شاء الله شباب مسلمين. وربي شباب استعينوا بالله، ما تقنطوش، استعينوا بالله تعالى واتقوا الله تعالى، وربي هو الفتاح العليم وخزائنه لا تنفذ. ولو رزق كل الناس لا ينقص من فضله وملكه ورزقه شيئا، واجتمع كل الناس على صعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرزقهم كلهم ما نقص من ملكه إلا كما واحد يدخل لبرة في بحر وعاود جبدها، وش ينقص من البحر؟ من منظور اخويا انس، من منظور اخر ثم في نفس التشريع من استطاع منكم الباءة. ما الباءة؟ الباءة هي القدرة المالية والقدرة الجسدية. صح. ثم في قطيع عنده حق ما عرفش كيف ما يوصل المعلومة. لا أنا قلت المسؤولية، أنا موافقه في المسؤولية، إنسان غير مسؤول لا تزوجه. صح. المسؤولية هنا تتمثل في ماذا؟ انه انسان عنده مصدر تاع رزق قار. هو قادر يكري لاماس. قادر يكري. عنده قار. ويوكلها ويشربها وعنده مستوى من الوعي بالمسؤولية. باينة لازم. صح. خاطرش قلت لك انا اذا جاك ذا دين وخلق، اللي عنده دين حيكون عنده وعي بالمسؤولية، صاحب الدين يكون عنده وعي بالمسؤولية، وصاحب الدين يكون خدام. ما كاش واحد صاحب دين بارك. راهو بعث الشعب الجزائري كامل يصوم. واحد ما في استطاعته الباء فليصم فإن له وجاء. صوموا تصيحوا فراش. هذه كل حاجة هذه. لا راني متعلم يا شيخ. معليش زيد لا ما خلاص قلت كل الشغل، ما هذه نورمال ما يمدش رايو يتبع وتقال في العقيدة، هذه هي نقطة أولى الصدر. هذا ما كان فهمت، بس احكي قلت العقيدة تاعو مبدلها شنو، ماشي سني ولا شنو؟ شوية عنده خلل قال لك في الأسماء والصفات. شوف عموما أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه. الله تعالى ذكر الاستواءه على عرشه في 7 مواضع في القرآن. الله الذي خلق 7 سماوات ثم استوى على العرش. هذا الإيمان من يقولوا باللي ربي ما لا يليق به مكان. اسمعش عادي غير مستوي على عرشه، وربي أخبرنا أنه مستوى على عرشه. كذلك في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم جارية ضربها مولاها بصقلة، قال جار هذاك مولاها، قال الرسول ضربتها بصقلة، قالها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمن. هذه عقيدة السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله تعالى أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني لا يلامسه شيء من خلقه سبحانه، استواء يليق بجلاله. واحد ما يقدر يدخل له في راسه، ما تقدرش تصور ربي كيفاش. يقول قاعدة كل ما خطر على بالك فهو هالك والله بخلاف ذلك، يعني مستحيل تقدر تعرف ربي. خلق من خلقه هي الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. هذا خلق من خلق الله. الحور العين في الجنة قال إذا بصقت في البحر صار ماؤه حلوا. هذا خلق من خلق الله، ما تقدرش تدركها. جبريل عليه السلام في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أن له 700 جناح. لما أمره الله عز وجل أنه يعذب قوم لوط وش دار؟ ضربهم بجناح من جناحه، ضربهم بجناح واحد، فصارت ملائكة السماء الأولى تسمع نباح كلابه، ضربهم طلعوا فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل على قومه. هذا خلق من قلبها بجناح واحد. وش بيك انت عندك الحالة سهلة؟ طريقة إبادة صحية جدا، لأنه كي يقلبها وبعديك عقبوا فوقهم البحر الميت في نسبة كبيرة من الملح فهي انفكتي لمرضين كانوا تما. صحية جدا. عبد الله وعاودوا ولاو يا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم
قال لما أسري به كي قريب يلحق السماء السابعة قال رأيت جبريل كأنه الثوب البالي من عظمة الله ولك شغل تليقة. خا شوف هذا الخلق كيفاش اتصور 700 جناح ضرب به الله طلعها لسماء الدنيا تقلبت وطاحت وكي الحق لما أسري به من عظمة الله ولا كي تشليقة خوفا من الله. هذا خلق من خلقه. ما يدريك أنه جبريل ليس من أعظم الملائكة. أعظم الملائكة هم حملة العرش. تقول كان ندخل لك الإيمان يطلع حتى وصل خلاف واسع. هل النبي صلى الله عليه وسلم خير ولا حملة العرش؟ خلاف طويل بين العلماء. منهم من قال أنه حملة العرش خير ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشنو المعلومات اللي مذكورين على حملة العرش؟ حملة العرش هم اللي يحملوا عرش الله تعالى. لم يطيقوا حمله حتى قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم موضوع طويل هذا. اللي يا ماما احنا عندنا هنا الاشاعره وعندنا الاباضيه، عندنا شويه، عندنا الصوفيه. شويه الدنيا مخربشه. قال لك واحد بنقول له باللي كي تتزوج مع داركم لازم خوت الرجال ما يشوفوهاش. انا متزوج وحدي وخوت الرجال ما يعرفوهاش. هذه هي. شيخ من اول من يخرج من القبر يوم القيامه؟ اول من يخرج من القبر يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من اقوم يوم القيامه. اكمل الحديث شيخ. قال فلما قمت فاذا بموسى شاد على رجل العرش فلا ادري أقام قبلي أم أجزئ بصعقة الطور. قال النووي في شرح مسلم قال توقف النبي صلى الله عليه وسلم فغيره أولى بالتوقف. يعني ما فيهاش ترجيح هذه المسألة. صح. سيدنا موسى عليه السلام. نعم لأنه صعق موسى عليه السلام. قال ربي أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل يعني نحى الغلاف. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما قام قال تبت إليك. قال سبحانك تبت إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أقام قبلي يعني لأنه موسى من أولي العزم من الرسل. قال لا أدري أقام قبلي أم أجزئ بصعقة الطور. لأنه في قول الله تعالى فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله ولا إلا ما شاء ربك إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإن منهم من قال حور العين أنهم لا يصعقون ومنهم من قال موسى عليه السلام. خلاف بين العلماء. يقول ربي سبحانه إبليس اخرج منها. نعم. ما معنى اخرج منها؟ من الجنة. ويقال أنه لم يدخلها فكيف يخرج منها إن كان لم يدخلها؟ شو خلاف من العلماء من قال هي جنة حقيقة ومنهم من قال جنة خاصة به كان فيها لأنه إبليس كانت جنة خاصة بخلق آدم. نعم الآدم عليه السلام اللي دخل وسوس له إبليس فيها. ليست الجنة التي وعد الله عباده المتقين. بصح الأكثرية يا شيخ في اللغويين في علماء اللغة في السياق والمبنى تاع الآية يقول لك اخرج منها معناها من فئة الملائكة مش من الجنة. لم يكن ملاك. ما كانش ملاك. ما كانش ملاك. عبادي يقول لي ما كانش ملاك. بصح كان من الجن وأظهر العبادة والقرب من الله لكنه كان منافقا والله كان عليما بنفاقه فرفعه الله عز وجل درجة الملائكة ثم ابتلاه بالسجود لآدم. وهنا سجود تشريف مش سجود عباد وإن كان نسخ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتني؟ ربي سبحانه كان عالم بنفاق إبليس كان يعرف أنه منافق لكن المنافق لازم له امتحان باش يظهر على حقيقته. كثير من الناس
يظهرون الخير وكذا، لكن يجي امتحان يظهرهم على حقيقته. صلى الله السلامه والعافيه. في حديث وان كان لم يصح: ما اسر امرؤ سريره خباها، يعني ما اسر امرؤ سريره الا ابداها الله على فلتات لسانه ووضائح وجهه. يعني بينها ينهار. كثير من الناس تشوفه ما تريحلوش، في وجهه ما تريحلوش، قول هذا ما نريحلوش، ويا الله سبحانه وتعالى يظهر هذاك الشيء على وجهه. سبحانك يا ربي. ألا تعرف والنفاق راه اصطلاحا الأخ آنس إبداء الإيمان وإبطان الكفر. هذا النفاق الأكبر، نعم، النفاق الناقل من الملة. صح. والنفاق الأصغر؟ النفاق الأصغر دون الكفر، إذا كان فيه 3 خصال ففيه نفاق. إذا حدث خاصم فجر، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية إذا خاصم فجر. كاين مقولة فيها 3 وكاين واحدة فيها 4. راك تشوف بلي إبليس رفض أنه يسجد لآدم فلعن إلى يوم يبعثون، فما بالك بالإنسان ما يسجدش لربي. نعم. هي مصيبة عظيمة هذه، صح؟ مصيبة عظيمة. صلوا خالتي، والله صلوا. جانا الشيخ. علماء المالكية في القرون الوسطى لما كانوا يلحقوا المسألة تاع ترك صلاة المسلم، قال كانوا يقولوا هذه مسألة افتراضية لا نتحدث عنها، لا تقع، هذه مستحيل المسلم لا يصلي، كانوا يحطوها جانبا يقولوا ما نقدروش. واحد من التابعين ثاني قال لهم شغل لو كان ما تكلمش الله عز وجل على قوم لوط ما كنتش نتخيل باللي يكونوا كاين ناس هذه. نعم، كانوا يلحقوا ترك صلاة المسلم ما يتكلموش عليها، يقولوا هذه مسألة افتراضية فقهية برك ما نهضروش عليها، ينحوها جانبا. لأنه لا يعقل الإنسان يفهم ما معنى لا إله إلا الله ويعتقد أنه لهذا الكون ربا خالقا، وهذا الرب الخالق أرسل رسولا روح عند أمي الله هذا معه، أرسل رسولا بحفظه إن شاء الله. امين. ارسل رسولا وكلف هذا الرسول باش يعطي لك النجاة من النار. اذا كنت متيقن باللي حقيقه هذا الشيء، حقيقه باللي هذا الكون له خالق، وهذا الخالق حكيم، وهذا الحكيم ارسل لنا رسولا من بني جنسنا واعطانا الحاجه اللي قال لنا ما من خير الا ودللتكم عليه وما من شر الا وحذرتكم منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خير ينجيكم من يكون سبب لدخولكم الجنة إلا ودللتكم عليه وما من شر إلا وحذرتكم منه. ما كانش حاجة فيها شر لنا حتى ولو كانت مكروهة ماشي محرمة، مكروهة حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد يقول لك هذاك الرسول كي يجي يموت وقتاش الإنسان عفوا وقتاش الإنسان يوصي بحاجة مهمة، يجي يموت يخير المستطاع أنه يعطيك الحاجة المهمة، زعما باباك حيموت يختصر لك أهم حاجة، يا وليدي بالك على خواتاتك كون راجل كذا يوصيك الحاجة اللي لازم ما تتفاتش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، نساء ردوا بالكم على النساء، والصلاة وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصاك هذه الوصايه كي جاي يموت عرف لي حاجه مهمه جدا، مهمه. الصلاه امرها عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال على عباده ان تركها كفر كترك الصلاه. سبحان الله. شوف الحج اركان الاسلام 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ما فيها أشكال. أي واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانية إقام الصلاة يفوتوها. ثالثة الزكاة اللي ما عندوش مال ما يزكيش. الرابعة صيام رمضان اللي مريض ما يصومش. الخامسة حج البيت اللي ما عندوش دراهم ولا ما عندوش صحة ما يحجش يسقط عليه. وش ما سقطش الصلاة لم تسقط على جوع. صلي واقف وإن لم تقدر فقاعدا فإن لم تقدر فعلى جنوب فإن لم تقدر فمضطجع. اي ليش هبطان Signala ti sponda.
اللي كيف عندي انا كنعودوا قاعدين نحكيو على الدين، تشوف كيف ما يفرحوا راسي يعمل. والله احنا ثاني والله ما شاء الله. هم يكتبوا لي ما شاء الله اديب تبدلت. اديب راك هايل خو مليح لي لايف هكذا خير من الهبال تاعك تاع ما شاء الله استفدت العزيز. لا الاخ انس ابوني خاطر راهم يستناوني غير وقتاش نغلط يوبي. واحد قال لي درت كابتشر دوك غلطنا سيمو بالله يا تلبينك خايف نغلط يا اخو كثير. سؤال ابوني والاخ انس استفادوا منه بزاف والله صح. الله يبارك عنده علم مازلت حاب نسقسي مع بالك. شفتها؟ لا غير انا ثاني نسال في اسئله انا نعرف الاجوبه تاعها وش يحب الناس يستفادوا برك. او تيسبوندا بالك صديق وبالك سمانه بالك نهار بالك ان شاء الله يولي ان شاء الله. بس والله ان شاء الله يكون طالو تليفون. ان شاء الله يولي بك. هو الاخ انس ماركه اخو نحب ندير لي لايف معاه انا. حتى الخطابه يعرف كيف ما قاعد يحكي. فهمت كيف ما صح. بوجه باشوش بوجه مبتسم. عنده القبول ما شاء الله. اخوتي ابوني والاخ انس لا غير عنده قبول ما شاء الله. صح يحكي المعلومه توصل. الكونت تاعو اسمه انس ابن مالك واسمه انس ابن مالك خاوتي اكو تلقاوه واسمه انس ابن مالك يعني نعاود لكم انس ابن مالك راهو ثاني هاوليك اي والله انس ابن مالك او ثاني قيد تاع الناس في العمره وفي الحج وما شاء الله ما شاء الله. اللي يحب يروح يبعث والديه معاه ولا حاجه ولا غير يوري لهم مليح يعني انسان ما شاء الله. ربي يبارك. سينو ان شاء الله يكون شر وما قال لك واحد نمت فيك متي. مال في يقولون يكون شرك مات ان شاء الله يا ربي. يحبوك ايوب يحبوك عندي سقسيني عليك انت وسكر كل يوم. كيف والله غير كيف لاماس والله غير كيف دخلت هذيك النهار لقيتك في لايف تاع يحكيو على البالون وانت ساكت ضرب عندك. تاع مولود يا اهو المولود يا السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد العزيز. طبعا بس خمسين. مشاركة. والله في نعمة الحمد لله ربي وانتم. اليوم نلعبوا جولة نربحوهم بقوة الإيمان. أروع. فوق لي مود هذه. هكذا بين 3 أرواقة. أنا جيت كونترا كلامات. أين هذا الكاست يا؟ هذا الكاست. ديرك تشوف. والله شفتي لي لايف هادو. ليه قاعدين يا ما فهمتش انا والله عجبت قسما بالله. لي ريزو يحاربونا لي ريزو. يصير يحاربوك. يلا خلاص كاين واحد الكلمات انت ما تفيق لهمش. تقولها تيك توك ما يحبهاش فاهم كيفاش؟ انت تبان لك عجبتني هذه تيك توك ما يحبهاش شغل بنادم هكذا. ماشي تيك توك الالغوريثم ما يحبهاش. والله مسينيال حاطين فيه دي موكلي واجدين كشغل. الحساب تاع الاخ انس اسمه انس ابن مالك خاوتي ما نزيدش نعرف. الالغوريثم روبو ماشي بنادم يا روبو. كاين كلمات مبروغراميين فيه تقول واحده من هذوك الكلمات يسيني عليك. هذه هي والله هذه يبعثك للمجهول. ومع الوقت حتى هو لازم يعود يعرف الامور هذه مع الوقت. يقنع يعود قاعد يحكي لازم يفهم الحاجه اللي تطلب لكم باش يطلع لكم. سيبري. والله. يطلقون جينيرال كاع ما يشجعش على الامور الدينيه يا. كيف ما بون ماشي كامل. لا تدخل في السوجي ماشي كاع الكلمات يمشيو يفوتهم لك. تقدر تحكي في سوجي تاع دين مي كاع الكلمات يفوتهم لك.
سي فري لازم تحكي شغل بطريقه مشفره. يعطينا الصحة، هذا هو حل. ان شاء الله المسلمين كش نهار يديروا تطبيق خاوتي. يديروا بس ما يخليوش ينجح. ايه يديروا بس ما يخليوش ينجح، لانه راح يديروا له قوانين ياسر ومليميتيوه ياسر لا يستعمل. يديروا له واش راهم يديروا التيك توك دركا. صح، بالطريقه النقيضه بصح بالمعاكس. تيك توك سيكيريزي بزاف بيسك راهو في شروعات وكذايا. يستعملوا عليها زاد ياك هو تاع لاشين وماريكان حابه تشريه. هيا راهم داخلين هذه في هذه، ولا اي غلطه صغيره لا حبسوه في ماريكان وقت وعاود حتى تشوف العانيه. عاود نطالق. شوف الابل برك لانه اي او اس الامريكان. عاودوا طلقوه بعدك عاودوا تصيبوه. صح، طول باش عاودوا طلقوه في الابل لدرجه انه الناس عاد تبيع التليفون بسلامه باللي مصطالي فيه تيك توك. قلت لك علاش مزير بزاف هكذا بيسك راهو في الشروعات، شغل اي عبسه زعما نقولوا يوبي زعما دو كان بداو نهضروا على ما اصبر مش حاب يصبرونا الله. لا نهضروا هضره مشفره على الالوان فار اكزومبل. طب يروح لك اللايف ديريكت عطان شغل اي عكسه هما يشوفوها كونطر الانسانيه، تهضرها في اللايف هي ولا ما فهمت وش ما الانساني في انك تركب نظيرك. هما يشوفوها لازم تهضر هكذا خو. هما يشوفوها انسانيه يوفيا. تركبوا نظيرك لا كيف حتهضر خويا؟ لازم ولا تهضر له بالدارجه. تيك توك يحبك تتلوقز هذه تتلوقز. لازم نكريو دوكا لونغاج باسكو قد ما يكون الالغوريثم انتيليجون ماهوش ذكي على بنادم. حنايا العفايس هذو نولو نسموهم عفسه واحده اخرى. كي نقول لك واحد راه يتلوقز عرف بلي راه يتالون. راك والله هكذا. ها شدوها مليح ما تتلوقزوش خاوتي. لا للتلوقز. هذيك تعرف لك المقنبه هذيك تاع الانديفات اول مره يمكن الجوله في حياته، وبعدوا له الكلب هذاك الاصفر اللي يجي يدور ويروح. لا خاوتي بعدوا لي فلك مقنبه وش بعثوا لي كلب مقنبع. يا خا شكون لقيت لايف كبيره لقيتها لي؟ هاني سلمنا على ايوب وقول له عندك تلوبي اكس تلوبي. هذيك فوق الجبل. كنت فوق الجبل قال لي بالك تلوبي اكس تلوبي. ما بالوالو على هانتر يوبي. ما يا خو عم بالك باللي قال لك كونو كي الوايت لوقزوه ولا غير معاه هيسوكا. من تلوقزين. بس الحالة لوقزت الحالة يا أبويا في آخر خوتنا يعطيكم الصحة. هذاك هو حسابها. أنا ثاني نروح خوتي نضربوا دورة مارين سلاماس عزيزي. تحياتنا. على خير ليكيب. عدنا الور ليكيب. ملاحة الحكاية، عبالي بلي عجبتكم تموتوا على لقطات هذو من ضمن تحبوا عدنا والعودوا أحمد. فوالا يعطيكم الصحة. زيدوا بارطاجيو اللايف، زيدوا خلينا نحكيو المواضيع تاعنا. عدنا والعودوا أحمد ماهوش جواد.